تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. طمني. فتح الحرز وجد بداخله راس ادمي مقطوعه من نصف العنق بآلة حاده، وبأخذ عينات من الدم وجدت تحتوي على اثار المورفين، ووجدت خليه. المهم يعني الراس اللي عندنا تبع باقي اجزاء الجثه اللي احنا لقيناها؟ التقرير بيقول نفس المواصفات وعينه الدم كمان يا باشا. ودي جثه مين ومين القاتل؟ اكيد واحده ست يا فندم. اشمعنى؟ يا فندم دي القضيه رقم 18 بنفس المواصفات، راجل ومتعبي في اكياس زباله، وفي الاخر بيطلع القاتل مراته. القاتل مراته؟ في حاجه يا فندم؟ تعالى يا فوزي تعالى. في يا سعاده الباشا؟ بص في العدسه كويس. شايف ايه؟ ايوه يا فندم، في اسم واحده ست. اعتقد سكينه ايه؟ عشماوي. لا يا فندم، سكينه العشماوي، وبعدين في مسافه كده ممسوحه وكلمه باشا. يمكن يا فندم المسافه ديت اسم الجد مثلا. لا اللي يسمي سكينه وعشماوي ما يبقاش باشا. مظبوط يا فندم. تفتكر يكون ايه؟ يبقى مكان يا باشا. مش فاهم. سبا باشا، مصطفى باشا. برافو عليك يا فوزي برافو. بكره الصبح تنزل على السجل المدني تعمل لي مسح لكل المناطق اللي في اخرها يا باشا، لحد ما تعطف في اسم سكينه العشماوي تعرف لي عنوانها. حاضر يا فندم. افتح الباب. مين؟ مباحث. افتح الباب. عاوزين مين؟ عايزين سكينه العشماوي. وعاوزينها ليه؟ افتح الباب. حاضر. انت سكينه العشماوي؟ لا. اوعى. تعالي اهو. عايز تهربي؟ خش. خش جوه. حركي. انا اهو. مالك بتعملي كده ليه؟ عايز اروح التواليت عند السكر. هو فين؟ هنا. استنى عندي. ايه؟ ادخل انت الاول يا فوزي. حاضر. طب هو اللي عايز يروح التواليت ولا انا اللي عند السكر. عند السكر. اتفضلي. وانت جوه هكلمك وترد عليا بصوت عالي. سامعه كده يا سكينه؟ اتفضلي. اسمك ايه يا سكينه؟ هو اسم ايه؟ اسم سكينة. اسمك ايه بالكامل؟ رد على البيت. سكينة عشماوي والمحمدي. عشماوي ده الاسم ولا مهنه؟ مش فاهمة. يعني عشماوي بتاعنا ولا؟ هو في عشماوي بتاعنا وبتاعكم؟ عشماوي ابويا. وابوكي ده بيشتغل ايه؟ في السلخانة. جزار يعني؟ لا، طبيب بيطري الله يرحمه. يا سكينه. 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 رد على يا سكينه. اكسر الباب. ايوه يا فندم بس. اكسر الباب. عايز تهربي؟ عايز تهربي؟ تعالى معايا. عندي رهبة، مش قادرة اخد نفسي. يلا قدامي يلا. الشنطه دي بتاعتك؟ النضارة بتاعتي، اصل انا نظري ضعيف. هي شغلانيه فين؟ هناك اهي جنب الزرع. انا هجيبها ولما هلبسها هشوف كويس. هشوف. ده ريحتها وحشة قوي. بصي كويس. ايوه هي بتاعتي، حتى مكتوب عليها السكينة العشماوي. اقبض عليك. ليه؟ من عايز انا كده. حرك. ليه يلا. ليه طيب؟ من اول انها بتاعتي. بتقبض عليا ليه؟ انا مش هقدر اقبض عليك. ما انا قلت لكم على كل حاجة عندي. انا مش هقدر اقبض. كان عندي السكر. وعندي الفشل. لا ما كان 24 ساعه. 24 ساعة وانا ماشي. 24 ساعة معاكم. انا عندي السكر والشنطه بتاعتي. انتوا قلتوا لي الشنطه دي بتاعتك، قلت بتاعتي. طب بتقبضوا عليا
عليا ليه؟ يعني انت معترفه ان دي شنطتك ومكتوب عليها اسمك بخط ايديكي؟ ايوه، وكان في شنطه تانية زيها ومكتوب عليها اسمي برضه. الشنطه اللي فيها بقيه الاجزاء؟ ايوه. وديتيهم فين؟ اديتهم هديه لشلبي ابن اختي، وبيشتغل ايه شلبي ده؟ طالب في كليه الطب. كده الامور بقت واضحه يا فندم. طبعا بدل ما يشتري له جثه يتعلم فيها، خالته جابتها له هديه. جثه ايه؟ انا مش فاهمه اي حاجه. الانكار مش هيفيدك بحاجه. طب وانا حاجر ليه؟ هو ايه الموضوع؟ انا فاهمك الموضوع. أيوة. انت قتلت قتيل، وزعتيها على شنطين. الشنطه دي حطيتي دماغه المقطوعه، وفي الشنطه الثانيه حطيتي بقيه الجثه اللي اديتيها لشلبي ابن اختك. يعني ايه؟ الشنطه دي كان فيها راس قتيل؟ ايوه. ايوه. فين التواليت؟ مفيش تواليت، لازم تعترفي الاول. اعترف بايه؟ انتوا عايزين تلبسوني تهمه؟ الشنطه دي كان فيها مكسرات وفيها شويه هدوم انا جايباها معايا من السعوديه. فين التواليت؟ استني يا عم، التواليت. الشنطه دي فيها راس قتيل ومكتوب عليها اسمك، تفسري ده بايه؟ هفسروا بايه؟ ما هم كلهم بيكتبوا اساميهم على الشنط. اللي هم مين؟ المدرسين. اصل انا مدرسه اعاره، وبعدين لما بنيجي راجعين مصر كلنا بنشتري الشنط كلها شبه بعضها، فبنكتب اسامينا عليها عشان ما تتوهش من بعضها. وبعدين حضرتك ده من سنه فاتت، وبعدين انا خدها الواد علي. علي مين؟ علي عليه هنهزر. طب انا هزر معاك ليه وانا اعرفك؟ كلام عادل. حاضر. هو اصل الشنطه دي يعني هو علي عليه واخدها علي، وهم اصلهم بيدلعوه بيقولوا له يا ميمون اصل هو شبه القرد. اوعى سيبني. هي الشنطه دي كان فيها راس قتيل؟ ايوه فيها راس قتيل. فين التواليت؟ استنى عندك هنا، لازم تكملي كلامك الاول. اكمل كلام ازاي؟ حرام عليكم حرام عليكم. طب الكلام ده بتوعي يقولوا عليا ايه؟ يقولوا الاستاذه قبضوا عليها وعملتها على روحها في الاسم. فين التواليت؟ فين التواليت؟ فين التواليت؟ فين التواليت؟ فين التواليت؟ فين التواليت؟ علي عليه ده بيشتغل ايه؟ بكيا تلفزيون قديم للبيع، غسالة قديمة للبيع، ثلاجة قديمة للبيع، راديو قديم للبيع، بطارية، أي حاجة قديمة. انت علي عليه ولا؟ مين اللي عايزه؟ مين اللي عايزه ايه؟ شايفني بخبط على الباب؟ انت علي عليه؟ أنا علي علوة الشهير بميمون. ميمون القرد؟ أيوه ميمون القرد. معايا علي. معايا والعربية. مرسيدس يا خاي. العربية دي. خد علي. الشنطه بتاعتي، لكن الاجنبي تبعي. انا ما اعرفش الاجنبي ده، ما شفتوش قبل كده خالص. ما تقوليش كده، انا اعرف كيف على وشي. خير يا باشا. سكينة العشماوي يا باشا. تعرف الست دي يا ميمون؟ أيوه ساعة دي ست المدرسة. اطفي الزفت ده. ايوه، هو ده اللي خد مني الشنطتين. يا ست ما أنا اديتك ثمنهم وما شفتكيش من ساعتها، ده ساعات البيت جايب على أكتر من سنة. ايوه، انت اشتريتهم مني، بس شوف بعد كده انت عملت بيهم ايه يا مجرم؟ يا ساعات البيت أنا بعتهم تاني يوم بعتهم لمين؟ لصاحب محل المزادات اللي في طريق الحرية. تعرف مكانه؟ أيوه دي أعرف مكان. مش الباشا قال لك اطفي الزفت ده؟ عارف اقول لك قدامي. وانا ساعات البيت. انا يمكن احتاج تاني. أنا مفيش حاجة بشتريها أو أبيعها إلا لازم أدونها في الدفتر ده. دور كويس يا عم مرسي، احسن الشنطتين اللي انا اديتهم لك باين وراهم مصيبه. ما تتكلمش خالص. أهو البايع علي عليوة الشهير بميمون، شنطتين جلد أحمر، المبلغ 30 جنيه والتاريخ أهو. مين اشتراهم منك يا عم مرسي؟ اللي اشتراهم أهو الأستاذ محمود علوان. اخلص يالا. مين محمود علوان ده؟ أنا الحقيقة معرفوش يا بيه. طب عنوانه عندك؟ أكيد، وادي العنوان. ايوه ثانيه واحده. اتفضل يا باشا. اتحرك يا عسكري. اهلا سيادة العميد، عاش من شافك. في ايه؟ اسمك ايه؟ اسم البيه عارفه. رد عليا، بسألك اسمك ايه؟ جاوبي على البيت. اسمي ميمي سالم يا بيه. اصلها بتشتغل في كبريه يا باشا. جوزك فين؟ انا هجوز فيهم. هما كتير، ردي كويس. هم 4، لكن انا دلوقتي فاضيه وتحت امرك. يا جوزك بيه. محمود علوان فين؟ محمود علوان؟ محمود دلوقتي مش جوزي، ما اعرفش عنه اي حاجه. مش دي شقته؟ كانت يا بيه، لكن انا اشتريتها منه بعد مسجل. من امتى يا ميمي؟ من حوالي سنه، تحب تشوف؟ بعدين تعرفي سكة محمود علوان؟ علمك يا بيه. اكيد برضه تعرفي ساكن فين، بيسهر فين. الكدب خيبه يا بيه، انا اسمع انه في آه! في كينج مريوط. اكسر الباب.
ايوه يا فندم. اكسر الباب. اكسر الباب. حاضر يا فندم. محمود علوان صحفي، محمود علوان منتج سينمائي، محمود علوان مدير مكتب رئيس الوزراء، مين ده؟ محمود علوان رجل اعمال. هو ده محمود علوان، باسبوراتي مزوره. اكيد دي تبقى مراته يا فندم. اكيد، افتح. تمام يا فندم. مجموع صور وتوكيل عام. توكيل عام رسمي، محمود علوان للسيده سعاد عبد الرحمن قاسم. التوكيل ده مزور. زي الباسبورتات. ايه ده؟ صورة زفاف؟ الله، ده راجل تاني. الست دي متجوزه اتنين ولا ايه؟ صورة تانية نفس الست. ورايا. سكينه وساطور يا باشا. سكينة وساطور موجودين في كل بيت يا فوزي، انسى. فتشنا كل مكان في الفيلا، مفيش حاجه مهمه زي اللي موجوده معانا، هنرجع كل حاجه زي ما كانت. ما ترجعوش حاجة، نخش الفيلا كلها. ازاي بس يا فندم؟ انا مش فاهم حاجه. عشان هو ولا هي لما يرجعوا الفيلا بالسلامة يفتكروا إن في حرامية دخلوا وسرقوا الفيلا، فيجونا يبلغوا برجليهم، وبكده يبقى يريحونا من البحث عنهم. بص يا فندم. ايه يا فوزي في ايه؟ ايه راي سعادتك في الشبه ده؟ قصدك ايه؟ واضح ان في تشابه في شكل الجمجمه وملامح الوش. حتى شوف سعادتك كمان الصوره دي. ايوه يا فوزي، بس اللي يقرر ده الطب الشرعي مش احنا. اتفضل. في شرع ساعتك يا فندم مستعجل. وريني. ورايا يا فوزي. على فين يا فندم؟ ورايا يا فوزي. جهز الهوا بسرعه. جاهز من هو يا ابني. ممكن يا فندم تكون جزء من الجثه اللي عندنا؟ انا كل حلقه يا عم ابراهيم انا هبعت لك بكره الصبح عشان ناخد اخبارك ونقفل المحضر. حاضر يا فندم. فوزي. نعم. عايزك تتابع الجثه في المشرحه وتستعجلي تقرير الطبيب الشرعي. حاضر يا فندم. ومن بكره الصبح عايز كل المعلومات عن محمود علوان. وعندك مليون سكه، عندك السجل المدني، المرور، اتصرف. طب والست اللي في الصوره يا فندم؟ الست اللي في الصوره هي اللغز الكبير. عايز كل المعلومات عنها، واول ما تلاقوها تقبضوا عليها جوه اي المكتب. ايوه يا فندم، بس هنقبض عليها بتهمه ايه؟ مش مشكلتي، انا عايزها قدامي باسرع وقت وباي طريقه. حاضر يا فندم. ادخل. واحدة اسمها سعاد قاسم يا فندم. مين سعاد قاسم؟ ايوه خليها تدخل. اتفضلي. أنا جالي الاستدعاء ده. اسف اني استدعيتك بشكل رسمي، لكن واضح ان حضرتك مش مقيمه في كينج ماريوت. مظبوط، أنا مقيمة عند والدتي من 5 أيام في سموحة. علشان كده بقى أقدر أعرف فيه إيه؟ في حاجات ضبطت مسروقه تخصك او تخص جوزك، اكيد حضرتك متجوزه. أيوه. مين؟ محمود علوان، محمود علوان. الاسم ده مش غريب عليا. مدير مكتب رئيس الوزراء. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. الاسم ده انا اكيد سمعته في الوزاره. فوزي، المضبوطات اللي عندك بتاعت الهانم. حاضر يا فندم. ها كله تمام يا فندم. طب اسبقونا انا هحصلكم. تمام يا فندم. الشنطه دي تخصك او تخص محمود بيه؟ على كل حال افتحها يا فوزي، يمكن الهانم تعرف عليها.
بس دي ريحتها وحشه قوي، شكلها مقرف. عموما احنا كان عندنا شنطتين شكلها تقريبا. والشنطه التانيه فين؟ شنطه ايه؟ حضرتك لسه قايله عندكم شنطتين زيها. ده محمود خدهم معاه وهو مسافر. هو مسافر؟ ايوه. فين؟ عند والدته في مصر. خساره. خساره ليه؟ كان نفسي اتعرف بيه. طيب تسمح لي انا بقى دلوقتي؟ اكيد والدته عندها تليفون في مصر. ايوه عندها. كم؟ 3 2 0 3 7. فوزي اتصل بالرقم ده في مصر وحولوا لي على المكتب، بس اتاكد انه رد عليك الاول. حاضر يا باشا. ايه مين يعني اللي هيتخبط في نافوخه ويطلبني في تليفونه؟ هو حد بيسأل عليا؟ الو. الو، الست ام محمود؟ ايوه انا منيره. مين؟ اتفضلي المكالمه. الو. الو. انت مين؟ انا سعاد يا نينا. نينة ايه ونينة ايه؟ سعاد مين؟ سعاد مرات محمود. محمود مين؟ محمود ابنك. هو عندك؟ عايزيني ليه محمود؟ انا ماليش ابن اسمه محمود، خلاص استعوضت به ربنا. في ابني يقعد سنه ونص ما يسالش عن امه العيانه ولا يبعت لها حتى قرش ساغ من ثمن الدواء اللي بتاخده. قلبي وربي غضبانين عليه ليوم القيامه. ما بترديش ليه؟ ما تردي. ردت الميه في جورك. طيب لما يجي خليه يكلمني. مش موجود مش كده؟ اسمح لي. محمود علوان ما راحش عند امه في مصر. راح فين؟ موجود عندنا في اسكندريه وانا عارف مكانه. تحب تشوفيه؟ اتفضلي معانا. عايزه الحق القطر. مأمور رئيس الوزراء يا ست. ايوه عايزه الحق القطر. مأمور رئيس الوزراء يا ست. هو في ايه يا محمود؟ والله يا البير بورسعيد كلها مقفله فلازم نرجع. ليه؟ رئيس الوزراء جاي، كنت عايز اسلم عليه بس مفيش وقت. رئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء.
انت مرجعني اللوكاندا تاني ليه يا محمود؟ هروح اشوف حكايه المركب اللي اتاخرت. انزل انت استناني هنا يا البير. طيب بس ارجوك يا محمود، انت عارف ان انا حطيت معاك كل ما املك في العمليه دي، حتى بعت شقتي على ايديك وبعت كمان صيغه مراتي، وما بقاش حلت ولا ملين دلوقتي عشان اكل بيه. وبعدين يا البير ما تقلقش، قلت لك انا هتصرف، انا ليا اتصالاتي وانت عارف كويس. استناني هنا ما تاخرش، انا هرجع لك حالا. اوعى اتحرك يا البير. لحظة هنا. أنا محمود علوان، مدير مكتب السيد رئيس الوزراء. اهلا وسهلا. واضح حضرتك كنت مسافرة بس ما لحقتيش القطر. مظبوط. احنا السبب، ناس كتير فاتها القطر. رسميات نعمل ايه زي ما سعادتك عارفة؟ معلش هحاول اخد مواصلة. ادينا فرصة نصلح غلطتنا. سعادتك رايحة فين؟ انا رايحه اسكندريه. مش معقول، ده نفس الطريق. اتفضلي يا فندم. لا معلش انا رايحه، ما معلش. فيهاش أي حاجة. معلش يا فندم ده أنا هاين عليا ألم كل الناس اللي فاتها القطر وآخدهم معايا. ما هو مش هقدر. اديني فرصة أصلح غلطة الحكومة. اتفضلي يا فندم. انا هركب يا هانم اتفضلي، ما فيهاش أي حاجة. اتفضلي سعادتك، اتفضلي. أنا إذنك يا فندم. وده كان أول لقاء بيني وبين محمود علوان، وفي الطريق بدأ التعارف بينا وبدأت حكايتنا. حضرتك ماشي كده على فين؟ طريق القنال. أولا الطريق سهل، ثانيا الجمارك ولا حاجة، ما احنا برضه لينا شوية امتيازات. حضرتك متجوزة طبعا؟ لا. امال الله يرحمه. انا اسف جدا، انا خايف اكون ازعجتك او ضايقتك. ده من 7 سنين. اتفضلي. الا بالحق، حضرتك ما اتجوزتيش ليه؟ فضلت اتفرغ لتربيه بنتي مديحه. بنتك؟ 14 سنه دلوقتي. ما شاء الله، مش باين عليكي خالص. تعرفي انها نفس حكايتي. مرحومه مراتي ماتت من 5 سنين، بس انا بقى ما عنديش اولاد. الله، طب ليه ما اتجوزتش؟ ما اتجوزتش لاني
ما لقيتش الانسان اللي انا احس ناحيتها بحب حقيقي. بالحق سيجاره يا هنا؟ ما بدخنش. ولا انا. الهدف ليه كده؟ على فكره انا مش كيف، لكن هي بقى تسالي في الطريق. هنعمل ايه يا هانم؟ الحمد لله على السلامة يا مدام سعاد. الله يسلمك. انت ساكنة فين؟ انا ساكنه في زيزينيا، بس هتنزلني بعيد عن البيت بشويه واكمل انا بتاكسي عشان كلام الناس. عندك حق. كنت اتمنى ان الطريق يكون اطول من كده. مدام سعاد اتفضلي، ده الكارت بتاعي. أيوة. اي خدمه انا تحت امرك، او على الاقل يا ستي اسمع صوتك. بس هنا مفيش نمره تليفون لانها سريه. انت عارفه شغلتي حساسه شويه. ايوه. لو ما فيهاش مضايقه يعني لو سمحتي لي انا هكلمك. بس انا ما معيش كروته. لا يا فندم دي سهله قوي. اتفضلي. اتفضل. متشكر. متشكر قوي. انا اللي متشكره جدا جدا جدا. مدام سعاد عايز اقول حاجه، ممكن اقولها؟ طبعا. بتهيألي دي ملهاش اي لازمه دلوقتي. سعاد. سعاد. نعم يا ماما. تعالي يا روح ماما. مالك يا بنتي؟ ابدا ما فيش، يمكن بس تعبانه شويه من السفر. وريني ايه الحلاوه دي. حلوة قوي الفستان يا ماما، ذوقك يجنن. مبروك عليك يا قمر. ايه رأيك يا تيتا، الفستان حلو؟ حلوة قوي يا بنتي، مبروك عليك. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا فندم. امال عماد نصحي فين؟ لا مش موجود يا فندم. طب قول له محمود بيه علوان خلص موضوع بورسعيد. لحسن حظ رئيس الوزراء كان هناك ساعدنا قوي قوي قوي. الحمد لله. قول له هحتاج استلف منه العربيه الاسبوع الجاي. باذن الله. خد المفاتيح. شكرا. شكرا. مع السلامه. الاسانسير بتاع اهلك عطلان. مساء النور. يا دي الخيبه. البير حبيب جه؟ البير حبيب جه؟ لا، افتح اوضتك. اتفضل. ايه دي؟ دي فاتورة الشهر اللي فات، صاحب الاوتيل قال لي اديها لك. يلا يتنقل ب 60 نيله. عيب. لسه مكلمنا وزير السياحه يخلي بنسيون الزباله ده 5 ستار. 5 نجوم يعني. ناس ما عندهاش ضمير ولا دم. طلع لي الخط على فوق. حولي الخط على فوق. فوق؟ ايوه. عيب. قول لي فاتوره الشهر اللي فات. ولا اللي فات ولا اللي جاي؟ ده قابلني. البير حبيب جه؟ اصفخس على منظرك. الو مين؟ انا يا روحي. لسه واصل من مصر دلوقتي. انا حتى لسه ما قلعتش هدومي. قلت اول حاجه اعملها اني اسمع صوتك. وحشتيني. وانت كمان وحشتني. يا ما عندكيش فكره الكلمه دي ريحتني قد ايه. انت بتتكلم منين؟ من الفيلا بتاعتي في العجم. لو اعرف اني كنت هقابلك والله ما كنت بعتها. طب ممكن تخليك معايا دقيقه واحده؟ ما تقفلش. معاك يا روحي.
الواحد ما صدق دخل في مود النحنحه. ايه المديحه اللي انت عاملاها ده؟ في ايه يا ماما؟ اقفلي الكاسيت ده. انت مش عارفه ان تيتا بتحب تريح الظهر شويه؟ وبعدين شوفي مذاكرتك احسن. ما انا بذاكر اهو يا ماما. الو. ايوه يا حياتي. احنا كنا وصلنا لحد فين؟ كنا بنقول وحشتني. طب لما احنا الاتنين وحشنا بعض، قولي لي انت نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ لا ان كان عليا انا هجيلك دلوقتي حالا. ما تبقاش متهور. ايه بتضحكي؟ اصلي فجأة حسيت ان احنا عاملين زي المراهقين. عندك حق، انت كل حاجه فيك بتصرخ بالشباب والجمال. كفايه السنين الطويله اللي راحت منك. معقول الجمال ده كله ينام 7 سنين مهما كان السبب؟ حرام، حرام عليكي نفسك. طب انا محتاج لك، محتاج اداعب الجمال لغايه ما يفوقلي. ساعتها نبتدي اسعد لحظات حياتنا. اتفضلي. انا ما بشربش. وانا كمان ما بشربش، بس قلت دي مناسبه سعيده. تعرفي يا سعاد، انا مش ناقص دلوقتي غير اني اتعرف ببنتنا مديحه واتشرف ببنتك، واحس ان ليا عيله. اشربي، بس انا وحيد في الدنيا، ماليش حد. بصحتك. صباح الخير يا سعدون. صباح الخير يا انت محمد. الاستاذ البير صحي؟ ها؟ الاستاذ البير صحي؟ اشوفه. على فكرة هو هيغادر النهارده. هيروح فين؟ القطة محمد عندي. طيب خش له. اهلا يا استاذ محمد. اهلا البير بيه. ازيك؟ الحمد لله. اتفضل تعالى.
عنك انت بيه، عنك انت. اصل انا كنت معدي من هنا فقلت اطلع اطمن على سعادتك يعني. فيك الخير يا استاذ محمد. هو سعادتك هتسيب الفندق ليه؟ مجبر من اخاك لا باطل يا استاذ محمد. معلش يا بيه معلش. لا بيه لا بيه، عنك انت، عنك انت حضرتك. افتح الاوضه يا سعدون وانا هفوت من وقت للتاني اسال على محمود علوان. ان شاء الله. مين هيدفع حساب اوضه محمود علوان اللي قفل عليها حاجته؟ انا عارف يا اخي، ده عاوزني كمان ادفع له حسابه. هدي نفسك يا سعاده البيه، هدي نفسك. العربيه بتاعت سعاده البيه اللي انا بشتغل عنده موجوده معايا تحت. والله ما انا عارف يا استاذ محمد، هلاقي لوكاندا ارخص مني فين. على كل حال ما تشغلش نفسك بيا، انا هعرف اتصرف. ما تقلقش يا سعاده البيه، انت خيرك عليا، انت والمرحومه كانوا خيركم عليا كبير قوي. على العموم دي كانت عشره عمر. يلا بينا بيه. اصيل يا استاذ محمد. المطره بتمطر والشمس طالعه. لا مؤاخذه يا سعاده البيه، انت غلطت لما بعت الشقه بتاعتك واديت فلوسها لواحد ما انتش واثق فيه، وعمليه ما تعرفش حاجه عنها. لا مؤاخذه يعني. عندك حق يا استاذ محمد، ده ما خدش الشقه بس، ده خد كل حاجه واختفى. ما بقاش حيلتي دلوقتي غير المعاش. ولا يهمك يا بيه، احنا هنبحثولك عن محمود علوان ده وهنجيبوه من تحت قطيع الارض. حتى لو كان في بطن امه ورجع لها تاني هنجيبه لك، ما تحملش هم. انت موديني فين يا استاذ محمد؟ يا سعاده البيه انا عايز بس ارد جمايل سعادتك عليا انت والمرحومه، بس اللي ملكي مش من مقامك. تقصد ايه يا استاذ محمد؟ اتفضل يا بيه، تعالى معايا بس. اتفضل اتفضل يا بيه. هي اوضه عشوائيه كده بس نظيفه يا سعاده البيه. انا كنت عايش فيها ايام ما كنت بشتغل سواق عند سعادتك. هنا؟ ايوه يا بيه. سعاده البيه بقى اللي انا بشتغل عنده اليومين دول عمل لي ابارتمان في الجنينه بتاعت الفيلا انا عايش فيها دلوقتي. ابارتمان؟ ايوه. يا بختك. والنبي والمسيح لو كنت انا اتسرعت وضايقتك سامحني. لا ابدا يا استاذ محمد، انا متشكر خالص. اتفضل وريني الاوضه، اتفضل. ده هتعجب سعادتك قوي يا بيه. اتفضل يا بيه. شوف يا سعادتك كلها زي ما سعادتك شايف بتطل على البحر. اتفضل يا بيه اتفضل. اتفضل سعادتك. اتفضل يا بيه. كل طلباتك هتلاقيها سعادتك موجوده هنا، حتى الشاي والقهوه، وانا هبقى امر على سعادتك كل يوم والتاني واجيب لك كل طلباتك. شكرا يا استاذ محمد. بالاذن انا بقى سعاده البيه الحق البيت بتاعي. وبالنسبه لمحمود علوان هجيب لك خبره قريب. مع السلامه يا استاذ. الله يسلمك يا بيه. عالمي تعالي بقى. يلا هوبا بس واحدة 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 يا ماما يلا نموت من الجوع. يلا منينة ايه يا حبيبي؟ طالب القرب منك في مديحة. ايه؟ مديحة؟ وامها يا ست كمان ما تزعليش، الاتنين ما بقتش قادرة استغنى عنهم. خضتني يا محمود، هما الاتنين كمان بيحبوك قوي. انا شايفه بقى سعاد مياله ليك، بس اسمع ده بيني وبينك. المهم رضاك انت عني يا نينا انت يا حلوه. الله الله، ايه الحب ده كله؟ الله اكبر الله اكبر. الله الله الله. يلا السمك استوى يا حبايبي يلا. ايه يا ست تيتا ما صدقتي ونازله غراميات في ابو حنفي.
باي باي بقى يا جماعه. باي باي يا تيتا. باي باي يا حبيبي. باي باي. انا كمان رايحه انام. اتفضل. على الاقل المية. باي باي يا ابو حنفي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. على فكره ايوه. مديحه صعب جدا تاخد على حد بسرعه. فينا بالغيره ولا ايه؟ صباح الخير. وانت من اهل الخير. هتوحشيني قوي قوي قوي. الله، انت هنا بتعملي ايه يا مديحه؟ مش في اوضتك ليه؟ تعالي بس عشان عايزه اتكلم معاكي شويه. عايزه تتكلمي في ايه؟ في اللي بتفكري فيه. اللي انا بفكر فيه؟ انا ما بفكرش في حاجه. ياه، ما بتفكريش في حاجه؟ امال الروش باظ من ايه؟ اتفضلي امسحي. انت شفتي؟ ومن غير ما اشوف. هو انت فاكراني صغيره ولا ايه؟ عموما انا شامه ريحه مأذون وجواز في العمليه دي. صح يا سوسو؟ السكوت علامه الرضا. ماشي، على بركه الله. عموما ابو حنفي شخصيه ظريفه ويتحب. يعني انت موافقه؟ يعني لو ما وافقتش هتاخدي بكلامي كده احسن، بدل ما تروح عليكي ترجعي تقولي لي ضيعت عمري عشانك وترملت عليكي. كلامي ايه ده بتاع الامهات. يا حبيبتي يا حبيبه قلبي، كبرتي وبقيتي بتعرفي تتكلمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال في حديثه الشريف: تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. ومن هذا المنطلق نعقد قران السيدة سعاد عبد الرحمن قاسم على السيد محمود محمد علوان الصحفي. أنا فوجئت بإنه صحفي، وساعتها حسيت إني اتسرعت في الجواز قبل ما أعرف عنه كل حاجة، لكن أقنعني بعد كده إنه كان صحفي قبل ما يبقى مدير مكتب رئيس الوزراء. ألف ألف مبروك محمود بيه. بارك الله فيك. مبروك سعاد هانم. الله يبارك فيك. مبروك الف جنك يا بلد. الف ألف ألف مبروك. الف مبروك. الف مبروك يا محمود بيه. انا مش عارفه ازاي وافقتك على الراي ده يا مديحه. عشان صح. انت فاكره انا ما رحتش اسهر معاهم ليه يا حاج؟ ليه يا حبيبتي؟ عشان هبقى قاعده زي العزوم قدامهم. يا بنتي بتجيبي الكلام الكبير ده منين؟ نفس الوضع هنا، وجودنا معاهم في شقه واحده وهم في شهر العسل هيضايقهم، وبصراحه كمان انا هتضايق. وبعدين انا شلت صوره بابا من هنا عشان وجودها يفكر ماما وينكد عليها، وهيضايق العريس الجديد كمان. الحي يبقى من الميت يا حاج. واذا جم ما لقوناش واتخضوا؟ ما تقلقيش، عامله حسابي وسايبه لهم ورقه فيها كل المعلومات، وحطها في مكان اكيد هيشوفوها فيه. حطها فين يا حبيبتي؟ على السرير يا حاجه. يلا بينا. طيب اهو اهو قد التحية الله يهديك. عايزة تعوضي 7 سنين حرمان في 7 أيام يا مفترية.
معلش كله بتمن وجميل. وان كنت شايف ان ده الاصح، ايه رايك؟ في صحتك. بدأت شخصيته الحقيقية تظهر. إنسان مش طبيعي، بيميل للعنف والشذوذ. اتضايقت منه، وبعض الأحيان كرهته وكرهت معاشرته، لكن للأسف في النهاية كان دايما بيضحك عليا بأساليب مختلفة وأصدقه. يا تيتا، تيتا. ايوه يا مديحه. ايه يا تيتا حكايه العروسه بتاعتها؟ بقالها كتير نايمه في العسل، هما مش بيقولوا شهر بس؟ ما هو الشهر لسه ما غداش يا حبيبتي، وبعدين هي بتكلمك في التليفون كل يوم يا مديحه. تليفون ايه يا تيتا؟ حضن الام حاجه تانية، انا مش عارفه ايه امهات الايام دي. انتوا كنتوا كده زمان؟ زمان؟ لا، كان زمان لما الواحده جوزها يموت تترمل عليه بقيه العمر وتقعد تربي ولادها زي كده، بس برضه كان غلط. امال بنتك مش طالعه زيك ليه؟ ما هي قعدت ارمله 7 سنين لغايه ما بقيتي عروسه اهو يا حبيبتي. وبعدين الزمن اتغير يا ضنايا، زمان بقى ما كانش فيه قروبه في سنك تتكلم الكلام الكبير ده. راحت فين بس؟ هتلاقي نفسك يا سعاد على حته السويره، تكون راحت فين يعني؟ هي مرميه تحت السرير، تحت الكنبه، هي غاليه؟ اه طبعا غاليه، ده كل الفصوص اللي فيها الماس حر. مين اللي جاي دلوقتي؟ ايوه مين اللي هيجينا دلوقتي؟ ما انا رايحه اشوف مين. لو حد سال عليا قولي مسافر. ليه؟ وقالي ليه؟ بعدين ارشحك، قولي مسافر شغل في مصر. يلا. بونسوار يا هاني. بونسوار. الاستاذ محمود علوان موجود. مين حضرتك؟ البير حبيب صديقه. يخرب بيتك،
عرفت مكان النيل؟ بس الحقيقه هو في مصر. في مصر؟ ايوه. ما قلتليش حضرتك مين؟ انا المدام. المدام؟ ايوه. بكت يعني تقول المدام. طيب ما تعرفيش حضرتك سافر مصر ليه؟ سافر مصر في شغل. شغل ايه اللي في مصر؟ شغله في مكتب رئيس الوزراء. رئيس الوزراء؟ ايوه. طيب انا هبقى اجي له تاني اسال عليه. ان شاء الله. رئيس الوزراء؟ ايوه. رئيس الوزراء؟ ده انت باين ضحك عليكي زي يا مدام. هو كان عايزك ليه؟ هكون عايز من ايه يعني؟ عايز واسطه. فاهم ان انا رئيس الوزراء في ايده كل حاجه، لعلمك كل حاجه هنا هيبقى عايز خدمه. وانت بقى هتسافر مصر تشوف شغلك امتى؟ طبعا زمان مقلبين عليا الدنيا هناك. بس يا حبيبتي عايزك لما انا اسافر تسيب البيت هنا تقعدي عند امك. ليه؟ كل شويه حد يقرفك، اللي عايز واسطه اللي عايز مساعده، فانا منع من الحرج، مش عايز حد يعرف عنواني خالص. اعملي ايه؟ بدور على الاسوره. يا سعاد، سعاد. ايوه يا ماما. ايوه يا حبيبتي انا جيت اهو. جبت لي الدواء معاكي؟ ايوه حبيبتي جبته لك. مالك يا حبيبتي مالك؟ مش عارفه يا بنتي، بقيت عصبيه قوي من دول، من قله النوم، ما بنامش يا سعاد. معلش يا حبيبتي المنوم اهو. على فكره الروشته انت حطاها فين بقى؟ ليه؟ علشان الدواء صرفولي المره دي بس الدكتور علشان عارفني. ما انت بتجيبي لي منه كل مره. ايوه بس ده منوم وممنوع يتصرف الا بالروشته. حطاها فين بقى؟ عندك في الدرج. طب خدي اشربي. اي درج بقى اللي هناك ده؟ ايوه. اوكي. اكيد في واحده من دول. هي دي. شوفي الجرس بيضرب. طيب حاضر بالهداوه عليا. ايوه. اهلا. القمر عمل ايه النهارده في المدرسه؟ زي كل يوم. وعلى فكره يا ماما المشوار من المدرسه لبيت تيتا بعيد قوي، يعني المفروض نرجع شقتنا بقى. طب ما انا قلت لك يا حبيبتي. وانا مش مقتنعه. بصي محمود مش عايز رجل كتير على البيت، لان كل واحد هيروح، اللي عايز واسطه واللي عايز شغلانه واللي طالب خدمه، فيروحوا ما يلاقوش حد موجود في البيت يمشوا. ايه رايك؟ ماشي، ولو اني برضه مش مقتنعه. ولا انا. الو، من فضلك يا استاذ عبير حبيب موجود؟ انا اسكندر صح؟ لا والله مش يا اسكندر، مش يا البير غادر الفندق، بس كان هنا من شويه، جه يسال عن محمود علوان. ايه؟ صاحبه برضه. طب ما تعرفش نزل راح فين؟ متهيألي انه نزل يزور المرحومه مراته، اصل الثانويه بتاعتها النهارده. المقابر. طيب متشكر قوي. لا ده ينفع قوي مع عم البير ده. ايه ده؟ معقولة حاجة بالروعة دي حط فوق المقابر؟ طب والله حرام. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير.
بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. عليهم ولا الضالين. آمين. مين؟ محمود علوان؟ تعيش وتفتكر يا البير. ايوه بس انت كمان اياك تفتكر ان انت خدت الفلوس اللي حيلتي. محمود ايه؟ انا حرام عليك اللي انت بتعمله فيا ده، انا مش حمل البهدله. ومين ده اللي يقدر يبهدلك يا البير؟ انت. انا؟ ايوه ده ازاي؟ انت دوختني وراك. بالعكس ده انا بدور عليك في كل حته. سالت عليك في البنسيون قالوا لي مش موجود. انا بقى عارف الثانويه بتاعت المرحومه النهارده. قلت اكيد حلقاك هنا اشوفك ونقرا عليها سوا. الف رحمه ونور تنزل عليها. متشكر قوي. متشكر قوي يا محمود. أيوة. بس لازم تعرف ان انا خلاص بقى الحال ده بيا خالص. والله يومين سامعك يا البير. بس انت لقيت زوجه وشقه تتوه فيها، لكن انا انطردت من اللوكاندا. ياه. ليه؟ ما معيش فلوس. ازاي؟ ما معيش فلوس وعارف بنام فين دلوقتي؟ فين؟ في شقه، كان اوضه كده حتى كان بينام فيها السواق بتاعي. وعارف فين؟ فين؟ في خرابه. في قلعه عرابي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انت ليه ما قلتليش؟ اقول لك فين؟ وانا كنت عارف طريق بيتك. انا حتى لما قابلت مراتك قالت لي ان ده راح عند رئيس الوزراء. ايه حكايه رئيس الوزراء دي؟ لا حكايه ولا روايه. اصل انا اعرف واحد في السكرتاريه هناك. ايوه. قلت اوسطه في موضوع البضاعه بتاعت بورسعيد. دي وليه متخلفه. البير. ايوه. انا خايف يكون اتنصب علينا في موضوع البضاعه دي. لا اسمع يا محمود. ايه؟ انا فلوسي لازم ترجع على داير ملين. انا لا بتاع شركه ولا بتاع تجاره. من عينيا من عينيا وانا اتاخر عليك. استنى. والله انت ابن حلال. خد دي فك نفسك بيها لغايه ما ادبر لك فلوسك. ايه دي؟ دي اسوره غاليه قوي. دي بتاعت امي، كانت مديها لي عشان مراتي. بعد اللي سمعته قلت لا بقى البير اولى. لا انا ما اخدهاش. خد يا راجل. ما اخدهاش. لا النبي ما هي راجعه. اهي في جيبك اهي. لا. وعايزك بقى ايه تروق بالك. لا تدور عليا ولا تجيلي. فلوسك هتجيلك لغايه عندك. اطمن. خدني معاك يا البير. الراجل ده ثاني مرة أشوف معاه. ده شكله مش مصري. لا مش مصري. المسألة مش شغل وبس زي ما اتفقنا. تلعبي بديلك من ورايا ولا إيه؟ انا ما انا سايباك تلعب على كده. بقول لك إيه يا ميمي؟ مش حلوة كده معايا. ده أنا محمود علوان. إيه الموضوع بالظبط؟ الموضوع ما يتحكيش كده يا علوان. ومال؟ نقعد له نتكلم على رواق. حكيماني نحب ونفهم. مش هنا. قلنا الكلام ما ينفعش هنا. تحب فين؟ أحب مطرح ما يعجبك. وحشتني قوي قلة أدبك دي. اللي اتقلبنا كلنا بعيد عنك. الفحم اتطفى. حطوا لنا بقى عشان نتكلم في الكلام الجديد ولا فيه. عايز يتجوزني. ايه ده؟ لازم بقى ما قلتلوش ان احنا متجوزين. قلت له بس هو مستعد يدفع. هيدفع فيك كده. ليه هو انت موافق ولا ايه؟ يا حبيبتي جوازنا ده جواز متعه. ولاني راجل ما بنحبش الحرام قلت نكتب ورقتين عرفي. صح؟ صح. الورقه بتاعتي معايا هنا في البلطو. الله استني رايحه فين؟ راح اجيب ورقتي. معايا برضه. معاك. خدتها ازاي؟ مش مهم ازاي. المهم صاحبك يدفع. نجيب الورقتين نقطعهم 10,000 حته، يعني 10 فواكه. دول بقى نفقه المتعه بتاعتي. بتاعتك هي النفقه بتاعتي ولا بتاعتك؟ ما تفرقش. اشمعنى انا عايزه تمشي الشريعه في دي بس؟ الا بالحق قولي لي لما تتجوزوا هتقعدوا في شقتك دي؟ ما اظنش. لا 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 لا، ده هيدور على شقه كبيره قوي وفخمه بس هو مش لاقي دلوقتي. عندي برضه. تحمليش شم. بس هي مهرها غالي شويه. مش بتقول انه قادر ومتريش؟ قوي. خلاص. اقول مبروك عليك. الله انت ماشي رايح فين؟ استنى. لا مش هروح فين بقى؟ مضطرين نقعدوا معاك كام يوم لغايه ما نقفل على كل المواضيع.
روقي القعده بقى وروقيها كده عقبال ما اجيلك. يلا يا عين. قوي. يمكن انكل محمود جه وحطت المفتاح من جوه. ليه؟ المفتاح ما بيدخلش خالص. هو المفتاح. يا ابو حنف، انت بتعملي ايه في الباب يا ست انت؟ انتوا مين؟ أنا مين؟ أنت اللي مين؟ أنا صاحبة الشقة. افتكرتك، انت مرات محمود علوان مش كده؟ هي الحكاية كده يا محمود. استني، عندك رايحة فين؟ في ايه؟ في إن أنتوا قاعدين في شقتي يا محمود. محمود عنوان جوزك يا هانم بعد ما شقها لي بعقد موثق في شهر العقاري. أنت بتقول إيه؟ بيقول اللي انت سمعتيه ده يا حبيبتي. وانت ما عندكش فكره ولا ايه؟ بقى ازاي الشقة دي ملكي أنا باسمي أنا؟ باعها بالتوكيل العام اللي انت عاملاه له. فوتي دلوقتي وتسأليني انا يا حبيبتي، ده يبيع ابوه. على اذنك بقى. في ايه يا ماما؟ شقتنا راحت خلاص، ايه اللي حصل؟ انا مش فاهمة حاجة. في ايه يا ماما؟ ماما كلميني. ماما كلميني. ماما في ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. ماما أنا غلطانة، ردي عليا، قولي لي حاجة، كلميني، قولي حاجة، ردي. لان انا هنا يا سعاد. إيه اللي عملته ده؟ إيه اللي عملته ده؟ عملت كده لاننا متفقين. على إيه؟ متفقين كل واحد يتصرف اللي يخص التاني طالما في مصلحه. أي مصلحة؟ مش مصلحه بس، كمان ده احساس. أي إحساس؟ احساسي كزوج كراجل ما اقدرش انام على سرير كان بينام على راجل قبلي حتى لو كان ميت. يا أخي وإيه اللي خلاك تقبل من الأول؟ استحملت واتعذبت لغايه ما الاقي الشقه البديله. أي شقة ولقيتها؟ لقيتها طبعا مش زي الاولانيه لكن اقرب لمدرسه بنتنا مديحه. طبعا في فرق في السعر. اتفضلي. إيه ده؟ دفتر توفير باسم حبيبتي مديحه. الفرق في السعر كبير زي الفرق بين تفكيري وتفكيرك، ما هو كبير. لازم تعرفي ان انت متجوزه اشرف راجل في الدنيا. محمود عنوان اشرف مش شرف نفسه. اوعي تشك لحظه واحده بكده. اذا كان على التوكيل اللي انت عاملاه لي الغيه مش عايزه. انما التوكيل اللي انا عامله لك لا يمكن اخليه. مش هخليه ابدا حتى اخر يوم من عمري. عارفين ليه؟ لاني ماليش حد غيركم. ما عنديش في الدنيا اغلى ولا اعز منكم. خساره ما كانش العشم. ما كانش العشم والله ما كانش العشم. البير يا البير، تعالى يا جلال، انا هنا. تعالى. ايه يا راجل الكلام اللي انت قلت لي عليه في التليفون ده؟ اقعد بس اقعد. اللي قلت لك عليه هو اللي حصل. طب ما سالتنيش ليه؟ ما خدتش رايي ليه؟ حد في الدنيا يبقى صاحبه وحبيبه جلال الدور المحامي ويعمل عامله زي عملتك من غير ما ياخد استشارته؟ وده وقت عتاب يا جلال. قول لي دلوقتي اعمل ايه؟ بقى يا راجل تبيع شقتك وتقعد في الخرابه ديت وتدي فلوسك كلها لواحد نصاب؟ نصاب؟ طبعا يا البير، ده مرفوع عليه 5 قضايا نصب من محامين زملائي، وانا شخصيا رافع عليه قضيتين شيكات بدون رصيد، واحده في ليبيا والتانيه في قطر. ده نصاب دولي. محمود علوان؟ مش مصدق؟ اوريك. ده غير الاحكام اللي عليه وغير النسوان اللي هو نصب عليهم. نسوان؟ ايوه يا البير، محمود علوان نصاب دولي محترف. محترف؟ والبوليس بيدور عليه في كل حته، مش عارفين له طريق سكه. اسامي وعناوين ووظايف كلها وهميه، بس هيروح مننا فين؟ مسيره يقع ويطب. يطب؟ طمنتني يا جلال. البير نصاب ونسوان. في مصيبه.
في داهيه. لو سأل عمي يقول انا مش هنا خالص. هم مين دول؟ ما انت سامعه؟ تشتغل بسرعة. تمام يا فندم. دي شقة محمود الوان. مالك انت رايح ليه؟ دي شقة محمود الوان. دي شقتي انا. وانت مين؟ انا سعاد قاسم. لا يا فندم، دي شقة الأستاذ محمود علوان. وانت مين؟ إبراهيم مصباح صاحب العمارة. ما كنتيش تعرفي ان الشقه باسم علوان؟ دلوقتي بس عرفت. وانت يا اسم مصباح ما لقيتش غير علوان ده تسكنه عندك؟ أنا ما أعرفش عنه حاجة يا فندم، إلا إنه بيشتغل منتج في السينما، حتى عقد الشقة لسه ما سجلتوش. ما تسجلوش احسن. محمود علوان ده مش منتج وبس، ده ممثل كبير وبيلعب كل الادوار. واعمل حسابك لو اتسترت عليه انت والولايه دي هتعرضوا نفسكم للمسؤوليه. حاضر يا فندم. معلش يا اخويا، هجيب لك الاجره من جوه. اصل نزلت على انا وشي ده، انا حتى زي ما انت شايف كده حامي. اصدقني يا هادي. لا يا فحات. عندك الماء. احسن يا استاذ البير. استاذ البير حبيبي. يا استاذ البير. مين؟ انا البير. مين اللي بينده؟ انت فين يا عمي؟ انا اهو. مين؟ انا البير. ايوه مين؟ انا. مين اللي بينده؟ انا البير. مين؟ البير حبيبي. محمود علوان. خش جوه دلوقتي وافهمك على كل حاجه. فهمني على ايه؟ اسمع كلامي بس. خش يا البير. حرام عليك. خش على كل حاجه يا ابني. فلوس. يلا يا البير. فلوس. يلا بس اسمع. فلوس. فلوس. خد احمد عليه صوتك. خش يا البير. خش ولا صدايق. وقررت اخد حذري منه واعمل احتياطاتي واعيد حساباتي من اول وجديد. الحساب اتقفل يا مدام سعاد وما فيش لك اي رصيد في البنك. يا ست السودا اتقفل ازاي؟ ده مليون جنيه. لا دول مليون و240 الف جنيه كمان انسحبوا بتاريخ 24/11 بتوكيل عام منك للاستاذ محمود علوان. يا خرابي. وصورة التوكيل موجودة. بيتي يا خراب بيتي. صورة التوكيل اهي يا مدام سعاد. صورة التوكيل اعمل بيها ايه؟ مش انت اللي عاملاها؟ انا اللي عاملاها. انا اللي عاملاها. انا اللي عاملاها. خراب بيتي. خراب بيتي. يا خرابي. صدقني يا محمود انا هبلغ عنك البوليس وهوديك في داهيه. بلغ. هتستفيد ايه؟ فلوسي. فلوسك عندي انا يا حبيبي. الحكومه مش هتقدر تجيبها لك. انا اقدر اديها لك بمزاجي. لو بلغت عني يمكن اتحبس، لكن انت هتطلع مولد بلا حمص. عايز فلوسك يا البير؟ ايوه. نفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. والمثل بيقول خليك ورا الكداب لحد باب الدار. خليني ورا الكداب لحد باب الدار. طلباتك ايه يا محمود؟ تعجبني. خش هات ورقه وقلم وتعالى. حاضر. اوام. حاضر. ما تخش بقى. ونسواري يا عيني. انت مش جيتني في البيت؟ ايوه في الشقه اللي فاتت سالت على الاستاذ محمود وحضرتك قلت لي عند رئيس الوزراء. طب تعالى خش. هو مستخبي عندك مش كده؟ ايوه مديني الورقه دي فيها كل الطلبات اللي عايزها. طيب هو مستناني هغير هدومي وجايه معاك. لا تيجي معايا فين؟ يمكن حد يكون من البوليس مراقبك ولا حاجه، وبعدين ده في حته مقطوعه، ما فيش تاكسات بتروح هناك خالص. يا مدام. بس يا اسطى بس. اتفضلي. مستخبي هنا؟ ايوه مستخبي هنا. اتفضلي. اتفضلي. ولما انت عارف عنه كل ده متويه عندك ليه؟ انا متويه غصب عني، لكن الله يسامحك. انا اذا كنت قلت لك كل حاجه فلان يعني حاسس انه نصب عليكي زيي، لكن يعلم الله قد ايه انا قلبي عليكي، وعاوز اقول لك انك تخلي بالك للمستقبل يعني برضه. لو انت رخر اتنصب عليك
نصب عليا؟ ده ما خلاش حيلتي ولا ملين، كل اللي اداهولي حته اسوره. اسوره؟ وقال لي انها بتاعت امه، مع ان انا عارف امه ست غلبانه عايشه في جحر في الجماليه. فين هي الاسوره دي؟ اهي. اتفضلي معايا. اتفضلي. بيتك كلب الكلب، جبت البلوه دي معاك ليه؟ اهلا اهلا يا سعاد، كويس انك جيت. شكلنا عم قبيل 5 كده، مش هنطول عليك 5 برضه. ها اهلا اهلا، كويس انك جيتي. اوعى تكوني نسيتي حاجه. ايه ده ايه ده؟ اضربي يا حبيبي، اضربي كده ريحي. انا عارف انك ما تقوليش عليكي، هي اللي خدتك عليكي. وديت فلوسي فين؟ وديت فلوسي فين؟ فلوس ايه يا سعاد؟ فلوس ايه؟ المليون و200,000 اللي كانوا في البنك، رصيدي اللي كان في البنك وديته فين؟ فلوسك في الحفظ والصون أنا حفظ وأني صون، دي فلوسي، حياتي وحياة بنتي، دي فلوس جوزي، فاهم يعني ايه؟ وديته فين؟ الله يرحمه ويحسن اليه. اهدي بس وافهمك على كل حاجه. اهدي بالله. فلوسي وفلوسك سحبتهم من البنك في يوم واحد. ليه؟ هقول لك ليه؟ ليه؟ حطيتهم في الخزنه بتاعت امي اللي في مصر. يروحوا عند امك ليه؟ ما هفهمك بقى. اهدي بقى. وانا في قطر طلبت مع الشيكه على فلوس في الشيكات، عندت ما دفعتش، عمل قضيه ما خدتش في بالي، عرفت انه خد حكم عليا. ايه ليه؟ قلت يحجزوا عليا لكن يحجزوا على سعد حبيبتي لا. يحجزوا عليا لا، يحجزوا عليا لا. يعني خلاص حبيبتي، ده انا كل ملكك يا سعاد. بيضربها الحيوان. قدرت اتخلص منه بصعوبة في الليلة دي، لكن بعد ما أصابني بالقرف والغثيان، وكانت دي نهاية معاشرتي الجنسية له كزوج، لأني كرهته وكرهت الحياة معاه. لكن صبرت عشان استرد فلوسي وفلوس بنتي. ما كانش قدامي حل تاني غير إني أمشي ورا كدبه للآخر، وقدرت أعرف عنوان أمه في مصر من مستنداته القديمة اللي لقيتها بالصدفة. أنا جبت الطبيب يداويني، قال لي يا عيني. من فضلك الست ام محمود فين؟ محمود مين؟ محمود علوان. اخويا. اخوك؟ انا عايزه بقى والدته. عايز امي يعني. ايوه. انا جبت الطبيب يداويني، قلت له تعالى. يما ايه؟ البداية دي عايزاك. انت ام محمود؟ انتوا سيرته. انت مين؟ انا سعاد مراته، ما سمعتيش عني قبل كده؟ ما سمعتش ومش عايزه اسمع. اسمع منين؟ ده بقاله اكتر من سنه لا جاني ولا سأل عني. هو بعت معاك فلوس؟ لا. طب انت معاك فلوس؟ لا. امال جايه ليه؟ انت نمره كام فيهم؟ مش فاهمه. يعني نمره كام في نسوانه؟ ال 17 ولا ال 18؟ هو متجوز 17؟ انا ما كنتش فاكره اتجوز كام، اصله بيتجوز كتير قوي. الواد ده وسخ، تلاقيه ما قالكيش كمان. انت بتشتغلي ايه؟ رقاصه ولا منياهم؟ حكم هو ما يعرفش غير الاشكال دي. مالك واقفه كده لا بتمشي ولا بتنمشي؟ تعرفي تعملي قهوه؟ عندك الكنكه اهي، خديها اشطفيها واعملي لي فنجان قهوه مظبوط. ان شاء الله ما عنك عملتي حاجه، تبين عليكي خايبه ومدهوره كمان.
مفيش حد جوه. مفيش حد ازاي؟ ده انا سايبه هنا. هيكون راح فين؟ الله يا قلبي الكلب، انا كنت حاسس انك هتخوني، لكن معلش انا برضه عامل حسابي. وطبعا رجعت لقيتيه اختفى. ايوه اختفى مدة طويلة. وبعدين اتصل بيا بالتليفون، نزلت قابلته، خدني لفيلا قال لي انه اشتريها لي باسمي. في كينج مريوط مش كده؟ ايوه الفيلا دي شفت فيها اسود ايام حياتي. سعاد سعاد اطلعي. خد يا سعاد، خد يا حبيبتي، سمي واذبحي دي. لا انا ما بعرفش اذبح. انت مش بتحبي الحمام ولا تاكليه صاحي؟ انا اديتك الاذن، يلا. انا بحب اتفرج عليه بس، لكن ما اعرفش اذبح، ما اقدرش. امسك امال، خليكي مره جدعه بقى. وبعدين بقى. طب بص يا سعاد، بصي. خد يا سعاد شوية نسكافيه هيعدوا لي دماغك ويخليكي فله، هيدفوكي تبقي خلصتها. يلا اشربي. الله، اشربي عشان تتدفي. الحمام يخلي جسم الواحد مولع. يلا اشربي اشربي عشان تتدفي. يلا يلا. ايوه كده اشربي. ايه ده؟ نسكافيه. لا نسكافيه. ايه الله 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 الله. لا ده احنا حلوينا قوي. يلا حبيبتي يلا. يلا يلا. ده نسكافيه بيتمول مش اي كلام. يا ماما خش يا بنت نامي، امك هتنام عندي الليل. يلا حبيبتي يلا يا سعاد يلا. كنت حاسة بكل حاجة، حاسة بكل حاجة، لكن مش قادرة أقاوم، زي ما يكون كابوس. ولما فقت عرفت اللي عمله فيا. عمل فيك ايه؟ قصدي حطلي مخدر في النسكافيه، الفالينيل اللي بجيبه لماما، سرقوا من شنطتي وحطوهولي. وليه يعمل كده؟ لأني كنت مانعة نفسي عنه. وضحي اجابتك. لأني كنت ممتنعة عن معاشرته جنسيا، لأني كرهته وكرهت الحياة معاه. وما ضربتيش طلاق ليه او بلغت عنه، وخصوصا انك عارفه ان احنا بندور عليه وعايزينه؟ كنت صابرة لما اخد فلوسي وفلوس بنتي. كان آخر أمل عندي هو عقد ملكية الفيلا اللي قال لي إنه كتبه باسمي، بس كان مستني لما يسجله، كان خايف يخرج علشان البوليس. وفي يوم وأنا بدور في الأوراق شفت عقد الفيلا، لقيته مش باسمي، باسمه هو. واجهتيه بالحقيقه؟ أيوه، مواجهتي بالحقيقة له وعدم معاشرتي له جنسيا خليته بني آدم تاني. لا ده مش بني آدم، ده حيوان، ده حيوان، ده حيوان، ده حيوان. مديحة مديحة، هي يا ماما جت؟
لو سمحتي هاتيلي البشكير. فعلا حيوان قذر قذر. مش ممكن في انسان يرتكب كل المحرمات دي، مش ممكن. لعلمك لو ما كانش انقتل كان لازم هيعدم بالقانون. مظبوط يا باشا. قتل ادميتها كزوجه وقتل كل المشاعر والاحاسيس. ده غير النصب والاحتيال ومحاوله الاغتصاب، كان لازم تقتليه. بس انا ما قتلتوش. امال تفتكر مين اللي له مصلحه في قتله؟ كل الناس بتكرهه، كل الناس اتأذت بس مش بالشكل اللي حصل معاكي، ورغم كده يوم ما شفت اجزاء جثته في المشرحه اغمى عليكي. ايوه، لان ما اقدرش اشوف حمامه بتتذبح، ما اقدرش اشوف دم، ما اعرفش. بس احنا بقى عارفين كل حاجه. عارفين ايه؟ السكينه والساطور اللي قطعتي بيهم لا عليهم بصمات وبقايا دم. الطب الشرعي اثبت انها نفس فصيله دم محمود علوان. لا الاكياس النيل اللي عبيتي فيه ما كنتش اقدر عليه. انت استعملت نفس الاسلوب. المخدر بتاع امك اللي سبب ايضا انه في الجثه. لا هو خدرك واغتصبك وانت خدرتيه وقتلتيه. لا لو كنت نسيت نروح تاني المشرحه تشوف الطعنات بعينيك وتفتكر ازاي قتلتيه. قتلتيه قتلته وقطعت جبت حته ورميتها للكلاب. هو اللي علمني ازاي امسك السكينه، هو اللي علمني ازاي امسك السكينه وازاي تتصل الراس على الجسم، هو اللي علمني ازاي ينام الانسان بالمخدر ويعمل فيه اللي هو عايزه، هو اللي علمني الدم، هو اللي علمني الدم، هو اللي علمني الدم. عشان كده كان لازم اهدر دمه، كان لازم اهدر دمه. ولما وصلني في المكان ده كان خد مني كل حاجه، كان خد مني كل حاجه، ما فضلش غير الذل، غير الذل والكره والمرح والمهانه. كان لازم اقتله، كان لازم اقتله، كان لازم اقتله، كان لازم اقتله، كان لازم اقتله. هي دي السكينه اللي ارتكبت بيها الجريمه؟ بص كويس. عايزك دلوقتي تمثلي ازاي نفذتي الجريمه وبالظبط. جوزك كان فين وقتها؟ كان على السرير في اوضه النوم. اتفضلي معانا. اتفضلي. هي دي اوضه النوم؟ وكان نام فين على السرير؟ من فضلك يا فوزي نام زي ما تقول. كده؟ صور. السكينه كانت فين؟ كده يعني؟ وانت كنت فين؟
انا ايه اللي خلاني عملت كده؟ اقصى عليا صحيح، مع اني ما احبش اعمل حاجه تضايقك غصب عنك، لكن انت بصراحه بقى كمان معلش اقول ايه؟ يلا بقى شيطان شاطر. بقول لك ايه؟ اعمل لنا حاجه سخنه تدفي الواحد عشان نكمل ليله الحلوه ديت، ها؟ وانت اطمنت خلاص، البنت راحت عند جدتها. لو انت اللي عايزه كيسين حلوين يا جميل، هروح الحمام تجهز انت المطلوب. يلا. ما تقومي بقى. تبدا من ايده. ما عملتيش لنفسك يعني. لا مش عايزة. طب كويس. كلي عشان هتبقى ليلة عسل، كلي. طب اشرب اشرب. فعلا الواحد كان محتاج حاجة سخنة تدفيه. الله. اشرب اشرب. النسكافيه ده مزاج قوي. كلي كلي. اشرب. كلي. كلي كلي كلي. محمود يا مصيبتي لا يموت، ده انا اسهر حتى مناوم كتير يا محمود. محمود
خير يا استاذ جمال. وين يا بيه؟ انا كل زملائي المحامين جايين للدفاع عنها مجانا. مجانا. شكر قوي. شكر. خدي دي. ايه دي؟ يلا يلا يلا.
تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. طمني. بفتح الحرز وجد بداخله راس ادمي مقطوعه من نصف العنق بآلة حاده، وبأخذ عينات من الدم وجدت تحتوي على اثار المورفين ووجدت خليه. المهم يعني الراس اللي عندنا تبع باقي اجزاء الجثه اللي احنا لقيناها؟ التقرير بيقول نفس المواصفات وعينه الدم كمان يا باشا. ودي جثه مين ومين القاتل؟ اكيد واحده ست يا فندم. اشمعنى؟ يا فندم دي القضيه رقم 18 بنفس المواصفات، راجل ومتعبي في اكياس زباله وفي الاخر بيطلع القاتل مراته. القاتل مراته؟ في حاجه يا فندم؟ تعالى يا فوزي تعالى. في يا سعاده الباشا. بص في العدسه كويس. شايف ايه؟ ايوه يا فندم، في اسم واحده ست اعتقد سكينه ايه؟ عشماوي. لا يا فندم سكينه العشماوي، وبعدين في مسافه كده ممسوحه وكلمه باشا. يمكن يا فندم المسافه ديت اسم الجد مثلا. لا اللي يسمي سكينه وعشماوي ما يبقاش باشا. مظبوط يا فندم. تفتكر يكون ايه؟ يبقى مكان يا باشا. مش فاهم. سبا باشا، مصطفى باشا. برافو عليك يا فوزي برافو. بكره الصبح تنزل على السجل المدني تعمل لي مسح لكل المناطق اللي في اخرها يا باشا لحد ما تعطف لاسم سكينه العشماوي تعرف لي عنوانها. حاضر يا فندم. افتح الباب. مين؟ مباحث. افتح الباب. عاوزين مين؟ عايزين سكينه العشماوي. وعاوزينها ليه؟ افتح الباب. حاضر. انت سكينه العشماوي؟ لا. اوعى. تعالي يا عايز تهربي؟ خش. خش جوه. حركي. وانا اهو. انت مالك بتعملي كده ليه؟ عايز اروح التواليت عند السكر. هو فين؟ هنا. استنى عندي ايه؟ ادخل انت الاول يا فوزي. حاضر. طب هو اللي عايز يروح التواليت ولا انا اللي عندي السكر. عندي السكر. اتفضلي. وانت جوه هكلمك وترد عليا بصوت عالي. سامعه كده يا سكينه؟ اتفضلي. اسمك ايه يا سكينه؟ هو ايه الاسم ايه؟ اسم سكينة. اسمك ايه بالكامل؟ رد على البيت. سكينة عشماوي والمحمدي. عشماوي ده الاسم ولا مهنه؟ مش فاهمة. يعني عشماوي بتاعنا ولا؟ هو في عشماوي بتاعنا وبتاعكم؟ عشماوي ابويا. وابوكي ده بيشتغل ايه؟ في السنة خانة. جزار يعني؟ لا طبيب بيطري الله يرحمه. يا سكينه سكينه رد عليا يا سكينه. اكسر الباب. ايوه يا فندم بس اكسر الباب. عايز تهربي؟ تعالى معايا. عندي رهبة مش قادرة اخد نفسي. يلا قدامي يلا. الشنطه دي بتاعتك؟ النضارة بتاعتي اصل انا نظري ضعيف. هي شغلانيه فين؟ هناك اهي جنب الزرع. انا هجيبها ولما هلبسها هشوف كويس. هشوف ريحتها وحشه قوي. بصي كويس. ايوه هي بتاعتي حتى مكتوب عليها السكينه العشماوي. مقبوض عليك. ليه؟ من عايز انا كده. حرك يلا. ليه طيب؟ من اول انها بتاعتي مقبوض عليا ليه؟ انا مش هاخد عليا. ما مكتوب على كل حاجه عندي. انا كان عندي شنطه حمراء. كان عندي السكر. لا ما كان 24 ساعه. 24 ساعه وانا ماشي. 24 ساعه وعندي. انا عندي السكر والشنطه بتاعتي.
انت قلت لي الشنطه دي بتاعتك، قلت اه بتاعتي. طب بتقبضوا عليا ليه؟ يعني انت معترفه ان دي شنطتك ومكتوب عليها اسمك بخط ايديك؟ ايوه، وكان في شنطه تانية زيها ومكتوب عليها اسمي برضه. الشنطه اللي فيها بقيه الاجزاء؟ ايوه. وديتيهم فين؟ اديتهم هديه لشلبي ابن اختي. وبيشتغل ايه شلبي ده؟ طالب في كليه الطب. كده الامور بقت واضحه يا فندم. طبعا بدل ما يشتري له جثه يتعلم فيها، خالته جابتها له هديه. جثه ايه؟ انا مش فاهمه اي حاجه. الانكار مش هيفيدك بحاجه. طب وانا حنكر ليه؟ هو ايه الموضوع؟ انا فاهمك الموضوع. أيوة. انت قتلت قتيل وزعتيه على شنطين. الشنطه دي حطيتي دماغه المقطوعه، وفي الشنطه الثانيه حطيتي بقيه الجثه اللي اديتيها لشلبي ابن اختك. يعني ايه؟ الشنطه دي كان فيها راس قتيل؟ ايوه. ايوه. فين التواليت؟ مفيش تواليت، لازم تعترفي الاول. اعترف بايه؟ انتوا عايزين تلبسوني تهمه؟ الشنطه دي كان فيها مكسرات وفيها شويه هدوم انا جايباها معايا من السعوديه. فين التواليت؟ استنى يا عم، الشنطه دي فيها راس قتيل ومكتوب عليها اسمك، تفسري ده بايه؟ هفسروا بايه؟ ما هم كلهم بيكتبوا اساميهم على الشنط. اللي هم مين؟ المدرسين. اصل انا مدرسه اعاره، وبعدين لما بنيجي راجعين مصر كلنا بنشتري الشنط كلها شبه بعضها، فبنكتب اسامينا عليها عشان ما تتوهش من بعضها. وبعدين حضرتك ده من سنه فاتت، وبعدين انا خدها الواد علي. علي مين؟ علي عليوه. هنهزر. طب انا هزر معاك ليه وانا اعرفك؟ كلام عادي. حاضر. هو اصل الشنطه دي يعني هو علي عليوه خدها وهم اصلهم بيدلعوه، بيقولوا له يا ميمون اصل هو شبه القرد. اوعى سيبني. هي الشنطه دي كان فيها راس قتيل؟ ايوه فيها راس قتيل. فين التواليت؟ استنى عندك هنا، لازم تكملي كلامك الاول. اكمل كلام ازاي؟ حرام عليكم حرام عليكم. طب الكلام ده بتوعي يقولوا عليا ايه؟ يقولوا الاستاذه قبضوا عليها وعملتها على راحه في الاسم. فين التواليت؟ فين التواليت؟ فين التواليت؟ فين التواليت؟ فين التواليت؟ علي عليه ده بيشتغل ايه؟ بكيا تلفزيون قديم للبيع، غسالة قديمة للبيع، ثلاجة قديمة للبيع، راديو قديم للبيع، بطارية، أي حاجة قديمة. انت علي عليه ولا؟ مين اللي عايزه؟ مين اللي عايزه ايه؟ شايفني بخبط على الباب؟ انت علي عليه؟ أنا علي علوة الشهير بميمون. ميمون القرد؟ أيوه ميمون القرد. معايا ولا؟ معايا والعربية مرسيدس يا خاي. العربية دي خد على الشنطه بتاعتي، لكن الاجنبي تبعي. انا ما اعرفش الاجنبي ده، ما شفتوش قبل كده خالص. ما تزعلنيش كده اللي هو على وشي. خير يا باشا. سكينة العشماوي يا باشا. تعرف الست دي يا ميمون؟ أيوه سعد بيه، دي ست المدرسة. اطفي الزفت ده. ايوه هو ده اللي خد مني شنطتين. يا ست ما انا اديتك ثمنهم وما شفتكيش من ساعتها، ده ساعات البيت حكايه بقى لها اكتر من سنه. ايوه انت اشتريتهم مني، بس شوف بعد كده انت عملت بيهم ايه يا مجرم. يا ساعات البيت انا بعتهم تاني يوم. بعتهم لمين؟ لصاحب محل المزادات اللي في طريق الحريه. تعرف مكانه؟ ايوه بيعرف مكانه. مش الباشا قال لك اطفي الزفت ده؟ عارف اهو قدامي. وانا ساعات البيت. انا يمكن احتاجك تاني. انا مفيش حاجه بشتريها او ابيعها الا لازم ادونها في الدفتر ده. دور كويس يا عم مرسي، احسن الشنطتين اللي انا اديتهم لك باين وراهم مصيبه. ما تتكلمش خالص. اهو البايع علي عليوة الشهير بميمون، شنطتين جلد احمر، المبلغ 30 جنيه والتاريخ اهو. مين اشتراهم منك يا عم مرسي؟ اللي اشتراهم اهو الاستاذ محمود علوان. اخلص يالا. مين محمود علوان ده؟ انا الحقيقه ما اعرفوش يا بيه. طب عنوانه عندك؟ اكيد، وادي العنوان. ايوه ثانيه واحده. اتفضل يا باشا. اتحرك يا عسكري. اهلا سياده العميد، عاش من شافك. في ايه؟ اسمك ايه؟ اسم البيه عارفه. رد عليا، بسألك اسمك ايه؟ جاوبي على البيه. اسمي ميمي سالم يا بيه. اصلها بتشتغل في كبريه يا باشا. جوزك فين؟ انا هجوز فيهم. هما كتير، ردي كويس. هم 4، لكن انا دلوقتي فاضيه وتحت امرك. جوزك محمود علوان فين؟ محمود علوان؟ محمود دلوقتي مش جوزي، ما اعرفش عنه اي حاجه. مش دي شقته؟ كانت يا بيه، لكن انا اشتريتها منه بعد مسجل. من امتى يا ميمي؟ من حوالي سنه، تحب تشوف؟ بعدين تعرفي سكه محمود علوان؟ علمك يا بيه. اكيد برضه تعرفي ساكن فين، بيسهر فين. الكدب خيبه يا بيه، انا اسمع انه في في كينج مريوط.
اكسر الباب. ايوه يا فندم. اكسر الباب. اكسر الباب. حاضر يا فندم. محمود علوان صحفي، محمود علوان منتج سينمائي، محمود علوان مدير مكتب رئيس الوزراء. ده محمود علوان رجل اعمال. هو ده محمود علوان. الباسبورات دي مزوره. اكيد دي تبقى مراته يا فندم. اكيد. افتح. تمام يا فندم. مجموع صور وتوكيل عام. توكيل عام رسمي محمود علوان للسيده سعاد عبد الرحمن قاسم. التوكيل ده مزور زي الباسبورتات. ايه ده؟ صوره زفاف؟ الله، ده راجل تاني. الست دي متجوزه اتنين ولا ايه؟ صورة تانية نفس الست. ورايا. سكينه وساطور يا باشا. سكينة وساطور موجودين في كل بيت يا فوزي. انت هتسمع كل مكان في الفيلا. مفيش حاجه مهمه غير اللي موجوده معانا، وهنرجع كل حاجه زي ما كانت. ما ترجعوش حاجه، نخش الفيلا كلها. ازاي بس يا فندم؟ انا مش فاهم حاجه. عشان هو ولا هي لما يرجعوا الفيلا بالسلامه يفتكروا ان في حراميه دخلوا وسرقوا الفيلا، فيجوا لنا يبلغوا برجليهم، وبكده يبقى يريحونا من البحث عنهم. بص يا فندم. ايه يا فوزي في ايه؟ ايه راي سعادتك في الشبه ده؟ قصدك ايه؟ واضح ان في تشابه في شكل الجمجمه وملامح الوش. حتى شوف سعادتك كمان الصوره دي. ايوه يا فوزي، بس اللي يقرر ده الطب الشرعي مش احنا. اتفضل. في شرع ساعتك يا فندم مستعجل. وريني. ورايا يا فوزي. على فين يا فندم؟ ورايا يا فوزي.